اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني والله من الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم بقى النهارده ان شاء الله كده جايه بفيديو جديد باذن الله. حبيت اعمل معاكم الكحك. طبعا كلكم بقى ما شاء الله عليكم اكيد سبقتوني وعملتوا الكحك. انا عملته متاخر شويه والله بس كان غصب عني. بصوا انا هنا جايبه 3 كيلو دقيق. 3 كيلو دقيق دول الكيلو دي عليه 500 جرام سمنه. فعايزه اقول لكم ان انا كنت بوزن هنا السمنه عشان اعمل زي ما الكتاب بيقول من الاخر. تمام. وجبت بقى محلب. جبت ال6 ازايز محلب على 3 كيلو. ولو انت عايزه تقللي عن كده براحتك. لو انت مثلا مش بتحبي المحلب مش عايزه تحطيه، هتحطي ريحه كحك براحتك برضو. كل واحد يعمل الحاجه اللي هو بيحبها واللي هو بيستطعمها. تمام. فهنا بصوا انا حطيت نص مقدار السمنه كده، حطيته على في طاسه عندي. ماشي. وانا كنت منضفه السمسم وكان نضيف ما فيهوش حاجه، وهو كان ابيض مش متحمص. فانا نزلت بقى السمسم على السمنه يتحمصوا كده ايه مع بعض. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا وبيفرق كتير يعني. انا قلت بصراحه بدل ما احمصه في طاسه كده على النار، لا انا احطه في السمنه يتحمصوا مع بعض. عجبتني يعني الفكرة بصراحة، فعملت كده فعلا. وسبتها بقى كده لحد ما السمنة تقدح والسمسم يتحمص كده شوية حلوين. وبايه بعد كده هو بقى ايه هاخده بقى ايه على طبعا ال3 كيلو دي دول. تحطي عليهم بقى تحطي عليهم معلقتين خميرة. تمام. وتحطي عليهم باكل بيكنج باودر دوت. تحطي منه معلقة صغيرة بتاعت الشاي، تحطي منه معلقة واحدة. عايزه اقول لك ان هو بصراحه انا اول مره اعمله بالطريقه دي. عجبني جدا بصراحه. انا اول مره اعمل كحك لوحدي. يعني انا واقفه النهارده والله عاملاه لوحدي. يعني ما كانش معايا ماما يعني ولا حاجه، لا كنت لوحدي. انا عملت لماما كحك وصورته بصراحه. بس الكحك طلع ناعم مني شويه لان ما عملتوش بمقادير. هي ماما انا بقى ايه قلت ماما عارفه وكده، فهي المقادير. المهم ان هو طلع ناعم شويه فبصراحه ما رضيتش انزل الفيديو. لكن الكحك بقى اللي انا عملته بصراحه حبيت ان انا اصوره. طبعا بصوا هنا انا المحلب كنت بحمصه كده، وبعد كده هضربه بقى في الكبه نعمه خالص خالص. تمام. هنا بصوا بقى انا عملت كده حفرة. طبعا دي بقى نضيف منخول وكده اهوت. انا فتحت كده فتحة في النص وحطيت حبة ملح صغيرين. طبعا دول سنة. وهحط معلقة بيكنج باودر كده، معلقة صغيرة. معلقة صغيرة بتاعت الشاي كده على 3 كيلو. وهتحطي لبن بودرة. اللبن البودرة دوت يعني قولي حطي 3 معالق لبن بودرة. اللبن البودرة بقى بيخلي الكحكاية لما تيجي تحمريها كلها بتتحمر. يعني هو بيفرق كتير بصراحة عن عن اللبن السايل وكده. بصراحة أنا حبيته جدا وعجبني بصراحة، وكحك تحفة بصراحة. وعجبهم في البيت عندي، وده كان أهم حاجة عندي إن هو يعجبهم. لان انا بصراحة ما بعملش كحك لوحدي، بخاف وببقى قلقانة لان دي مجازفة كبيرة يعني. تمام. فهنا بصوا حطيت بقية السمنة كده. يعني تشم كده ايه. بصوا بقى انا حطيت لي نص السمنة هنا والنص التاني على البارد عشان ما يعملكوش كده حرقان وكده، لا كده يبقى هادي. وما بدل ما اقدح السمنة كلها زي ما كان اهالينا زمان بيعملوها. عايزة اقول لكم كانت بتعمل حرقان كده في المعدة. لكن دلوقتي انا حطيت نصه بس كده يتقدح، والنص التاني سبته هو بقى ايه من سخونية الطاسة السمنة هتسيح يعني. بس خلي بالكوا وانتوا بتقدحوا السمنة وانتوا بتحطوها في الدقيق، خلي بالكوا بالله عليكوا، خلي بالكوا على قد ما تقدروا. وطبعا هنا كان عندي خدت نص كيس خميرة فورية دي، خدت نصه. حطيته في حبة مية ومعلقتين سكر. 3. بصوا تحطوا كوباية مية. الكيلو دقيق عليه 3 تلت كوباية مية. فانتي كوباية المية ديت هتعمليها على 3 كيلو دقيق. تمام عشان يبقى مظبوط معاكم. وطبعا هنا كنت طحنت المحلب وكنت برضو حطيته. عايزه اقول لكم ان الكحك طلع تحفه. انا مبسوطه قوي من نفسي والحمد لله. لان بصوا انا ما بحبش اعمل حاجه وتطلع
مني مش حلوة او خسرانة او كده. فالحمد لله، لان الكحك ده بالذات اقل حاجة فيه ممكن الدنيا كلها تبوظ معاكي. فالحمد لله يعني ظبط معايا الحمد لله. طبعا اخر الفيديو انتوا هتشوفوا الكحكاية عاملة ازاي. هنا بقى كان عندي، جبت ملبن، طبعا جبت نص كيلو ملبن. عايزه اقول لكم انا ما استعملتوش كله، يعني اتبقى منه حاجات بسيطه. بصوا هنا بقى حطيت 3 معالق كده سكر صغيرين، وحطيت عليهم كده ايه يعني نص كيس الخميره الفوريه، وقلبتها وهسيبها بقى تخمر شويه، مش بياخد وقت خالص. وبعد كده انزلها على العجينه. ماشي. ال3 كيلو دي دول خدوا كوبايه ميه. الكيلو دي بياخد تلت كوبايه ميه. فهنا بقى ايه كده كنت الحمد لله سبتها بقى تخمر. بصوا بقى لما تيجي تمسكوا العجينه عشان تعرفوا ان هي نجحت معاكم، لما تيجي تلموها كده وتعملوها، تلاقي العجينه لما تيجي تكوريها وتضغطي عليها ما تشققش معاكي. كده تعرفي ان العجينه كده تمام وزي الفل. هنا بصوا بقى، انتي عايزه اقولك ان انتي تبسسي الكحك حلو قوي لما تيجي تحطي عليه السمنه، تقعدي تبسسيه حلو قوي، تقعدي تفركيه كده بين ايديكي. تمام، تفركيه. وهنا لما تيجي تحطي الميه برضو ايه تفركي كده، يعني فاهمين قصدي، تلمي بقى كده ايه العجينه بالميه بالخميره، تلميها كده بالراحه، ما تعجنيش، لا، تلمي بس كده. تمام، عشان الجيلاتين اللي فيه كده. بس هنا بصوا عايزه اقول لكم الحمد لله مبسوطه جدا من نفسي. ان يعني ان الكحك طلع حلو معايا. بجد انا بفرح لما بصوا ما بتشققش زي الفل. كده تمام، كده الدنيا كده زي الفل معاكي. تمام. طبعا ربنا ما يحرمكوش بقى من لمة عيلتكم يا رب كده حواليكوا دايما. هنا بقى اتلمينا كده كلنا كده احنا وعيلتنا كده، نعمله كحك بقى انا وجوزي والبنات. عايزه اقول لكم هو بقى ايه، انا عندي ميزان كده صغير، فهو كان بيوزن في على الميزان كده. الطبق دوت تحتيه ميزان بيوزن كده حته الكحكايه ديت. عاملاها كده 40 جرام. 40 جرام. عايزه تقللي عن كده كمان براحتك، عايزه تخليها صغننه يا دوبك على قد القطمه كده، تبقى واحده كده على طول براحتك. هنا بصوا بقى كنت خلاص كده جوزي بقى بيقطع لنا كده واحنا ناخده ونحشيه ملبن. عايزه اقول لكم طبعا لمة العيله دي الواحد مفتقدها من زمان. يعني احنا في بيت العيله عند بابا الله يرحمه، كانت عمتي كلهم بقى كنا كلنا بنتجمعوا، وستي بقى الله يرحمها كنا كلنا بنتجمعوا، وكلنا نقعدوا نعملوا الكحك. كل يوم واحده تعمل كحك. كانت ايام جميله وبجد مفتقدين الايام دي. وربنا يرحم ستي يا رب، ويرحم جميع اموات المسلمين، ويرحم ابويا، ويرحم عمي وخالي وخالاتي، يا رب يرحم جميع اموات المسلمين اجمعين يا رب في الجنة ان شاء الله بإذن الله يا رب. وربنا يجعلها عادة كده ان شاء الله ما تتقطع منكم ابدا، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة تعملوا كحك، وكل سنة تبقوا مبسوطين، ويخلي لكم اهاليكم وحبايبكم يا حبايب قلبي. طبعا بصوا احنا قعدنا بقى ايه كده، رميس تعمل صينية وانا اعمل صينية كده كل واحد. عايزة اقول لكم ما غبتش، يعني قولي قعدت ساعتين تقريبا كده، كنت خلصت كل حاجة وفطرت. وطلعت على طول سويته في الفرن عندي فوق على السطح. عايزة اقول لكم لان خلاص الوقت على بلة ما خلصته كان فاضل نص ساعة الفطار. يا دوبك حضرت فطار بسرعة كده نفطروا اي حاجة عشان خاطر بس اطلع اسويه. فعايزة اقول لكم كان يوم جميل، يوم لطيف. طبعا دي فرحة. ممكن واحد يروح يجيب مثلا كيلو جاهز ولا حاجة، بس برضو الكحك في البيت ليه احساس تاني. كلنا طبعا كلنا بنحس الاحاسيس الحلوة دي، اننا نبقى كلنا متجمعين ومتلمين وبنعمله الكحك. طبعا انا عملت لماما الكحك، بس انا والله ما نزلتوش لانه طلع ناعم مني شوية. ف... فلازم يعني لازم اكون قد المصداقية، ان انا مش هقول لكم بقى انا عملت الكحك وكان تحفة ومش عارفة ايه، لا. حتى انا في اخر الفيديو هتلاقيني ماسكة كحكاية كده وبوريها لكم هي كانت حلوة ازاي، ولا ناعمة ولا خشنة، يعني معقولة، فاهمين قصدي.
بس هنا بصوا الكحك اللي لقيته متشقق دوت كده. طبعا انا مش هشيله خلاص، انا عملته كده. بس الكحك التاني حطيت له يعني معلقتين سمنة بالعدد، ولفيته تاني فيه. لما لقيته كده شقق كده مني في الحتة دي عملته كده. طبعا هنا بقى البنات كانوا بيساعدوني، حبايب قلبي يا رب ربنا يحفظهم ويخليهم ليا، ويخلي لكم حبايبكم يا رب كده ويبارك لكم فيهم. إيه طبعا ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم. وانا دايما بحب يعني اعمل فيديوهات كده فيها تجميعة كده لعيلتي، بحس ان هي بتفرق كتير عن ما انا اكون بصور لوحدي او كده. اللمة حلوة، وربنا يديم عليكم اللمة والاهل والحبايب، ويديم عليكم الصحبة الحلوة والناس الحلوة. وربنا ما يقطع لكم عادة ابدا بتعملوها كل سنة، وربنا يعود عليكم الايام بالخير يا رب. هنا ملوكة بقى بنتي الكبيرة كانت هي اللي بتنقش الكحك دوت. هنا بقى طلعت على السطح، شغلت الفرن، ما خدوش برضو معايا يجي نص ساعة كده كنت خلصتهم. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وعيد مبارك عليكم يا اخواتي وحبايبي واهلي وصحابي. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش اختكم في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. و... وربنا ما يقطع عليكم اي حاجة حلوة بتعملوها، كل سنة وانتم طيبين. وده بقى هنا الكحك كده كنت خلاص قعدت كده اسويه، والحمد لله خلصت المهمة بنجاح، ونجحت في عمايل الكحك الحمد لله. انا مبسوطة جدا. يا رب كده عقبال كل سنة ليا وليكم ان شاء الله كده نعملوا الكحك بإذن الله. بص عايزة اقول لكم الكحكية، اللبن البودرة اللي حطيته عليه، عايزة اقول لكم ان هو بيغنيه اصلا، وبيخلي الكحكية كده كلها على بعضها كده لون واحد. فاهمين قصدي انا عايزة اقول لكم ايه؟ فالحمد لله يعني والله، وانا فرحانه ان هو كمان عجب البنات وعجب جوزي الحمد لله. فدي اهم حاجه والله عندي والحمد لله. فان شاء الله كده اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، الفيديو الجاي ان شاء الله يكون احلى واحلى ويعجبكم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ودايما مع بعض باذن الله. و... وربنا يا رب يديم بينا كل حاجه حلوه يا اخواتي، وانا بحبكم جدا جدا. وده كان الكحك بتاعنا النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.